كلمتين كده في ماتش الزمالك امبارح مع زد اللي نقدر نقول فرقه محترمه تحت اداره محمد شوقي، المدير الفني اللي بيتطور بياخد خبرات تراكميه في اجهزه فنيه متعدده ودورات تدريبيه، بيوصل لاداء جيد مع فرقه زي زد. مشروع خاص او بيزنس، هو بيتحول لنادي، والنادي بينافس في الدوري بشكل جيد بدون جمهور طبعا زيه زي انديه المؤسسات كلها والانديه الغير جماهيريه اللي مارت الدوري بتاعنا للاسف. ولكن محمد شوقي بيخلق للعيبه بتاعته الدوافع، بيخلق لهم الحافز قصاد كل الفرق الكبيره بالتخصص، وهيبقى مباراه كبيره قصاد النادي الاهلي الماتش القادم. ولكن ادى اداء جيد جدا قصاد الزمالك حتى بعد الهدف الاول اللي لازم الاول نتكلم على الزمالك ونديله حقه. اللي كنا بنقوله في الاهلي من سهوله البيلد اب في المستوى المصري سهل انك تقدر تعمله، وده اللي بيعمله الزمالك بعدد لعيبه من الناشئين بساط جدا. لعيبه بتعمل الاساسيات بتاعت كره القدم، الاستلام بتاع نص الملعب، التحول الطبيعي قصاد مستويات متقاربه ومستويات عاديه. احنا ما بنلعبش في بريمير ليج، احنا بنلعب في دوري مصري، فعادي انك تعمل بيلد اب على فكره. يعني ما فيش اي مشكله لو بدات تباصي وتستلم، هتقدر تعمل بيلد اب عادي. فده اللي كنا بنقوله في ماتش الاهلي، وكنا مستغربين ان لعيبه بالملايين وبالمليارات والمفروض ان هم الفرز الاول في مصر مش قادرين يعملوا اساسيات كره القدم من البنى واللعب على الارض مع صعود بالكره للهجوم وتدوير كره بطيء زي ما كنا بنتكلم امبارح. اما الزمالك النهارده رتم سريع، واخد الشخصيه من البدايه رغم المشاكل الفنيه والمشاكل الماديه اللي فيها النادي بعدم وجود فترات قيد وتداخل في الادارات وخلافه. ولكن الزمالك بشخصيه قويه جدا مع معتمد جمال المدير الفني المحترم الكفء اللي اتمنى ان هو يكمل مع الزمالك، لانه خلاص ركب على الفرقه زي ما بيقولوا، واللي تلاقيه ركب على الفرقه ما تشيلوش، اللي يبقى شغال والكيمياء بتاعته ماشيه ما توقفوش، عشان هتخسر كتير لغايه لما تلاقي واحد تاني مشيت كميته مع الفرقه ومع اللاعبين، خصوصا الناشئين منهم اللي هو صعدهم محمد اسماعيل، محمد شريف، والمتالق صاحب الهدف الثاني النموذجي احمد ربيع، لعيب مبشر جدا بوتنشال جدا للزمالك زي بالظبط محمد شريف المدافع. الحقيقه الزمالك بيستفيد من قطاع الناشئين بتاعه للمره الاولى منذ سنوات طويله. الاعتماد على الناشئين بياتي ثماره وبياتي بتصدر لجدول الترتيب في مشهد يدل ان الكره المصريه كله قريب من بعضه يا اهلي، واللي بيلعب كويس بحاجات بسيطه بيبقى اول دوري عادي. فانت لو هتجيب لي محترفين كنت هتجيبهم لي عشان كاس العالم، كنت لو هتجيب لي لعيبه تديها 100 مليون عشان كاس العالم.